الإنساني والعلماء المفكرين الغرب درسوا موضوع الفكاهة، إزاي الضحكة دي تطلع مش من منظور بيولوجي وجسدي، لأ من منظور فكري وفلسفي. طيب، فأول حاجة في عندنا 3 نظريات. النظرية الأولى اسمها نظرية التفوق، والنظرية التانية اسمها نظرية التناقض، والنظرية التالتة اسمها نظرية التحرر. أول نظرية جه فيلسوف أفلاطون وبعديه أرسطو، وكمان أكد عليها وعمقها أكتر فيلسوف توماس هوبز، فيلسوف بريطاني صاحب العقد الاجتماعي، ده فيلسوف كبير يعني، مش موضوعنا دلوقتي. المهم يعني ايه اول نظريه هي نظريه التفوق اللي اسسها افلاطون وارسطو، وجي بعديه توماس هوبز بعديهم توماس هوبز اكد عليها. نظريه التفوق بتقول لك ان انا بضحك ليه، انا بضحك لما بضحك على فلان الاهبل العبيط اللي وقع على الارض، اللي زحلق، اللي وقع في وحل، اللي اتخربش، اللي او الاهبل العبيط اللي برياله ده، او الساذج. طب ايه يعني، ايه من باب ايه؟ من باب ان انا متفوق عليه، عندي عقدة التفوق، وعندي عقدة التفوق ان انا شايف نفسي اعلى منه.